اقوى سلاح في التاريخ بيتحكم في عقلك ووعيك وانت مش عارف. وانا بقلب في موبايلي النهارده اكتشفت حاجه مرعبه. لقيت ان كل حاجه بشوفها هي مش من اختياري انا، مش انا اللي بختار اشوف الاخبار والصور والفيديوهات اللي بتقابلني وانا بسكرول. بدات افكر بطريقه ممكن تكون غريبه شويه، بس في الاخر كانت منطقيه بالنسبه لي. وقلت لنفسي اكيد في انظمه وتاثيرات خفيه بتتحكم فينا، وفي اليات بتتحكم في اللي يظهر لنا، وفي عوامل بتوجه طريقه عرض المحتوى، وعايزانا اشوف ايه اللي بيحصل في العالم بس بشكل ومنظور معين، بالشكل اللي هو عايزه واختارهولي. استنى بس، انا ملاحظ اننا دايما بنلوم السوشيال ميديا وان هي من ساعه ما ظهرت هي اللي بتتحكم فينا وفي عقولنا، او في اشخاص بقوا يعرفوا يتحكموا فينا عن طريق السوشيال ميديا. الحقيقه السوشيال ميديا مش هي اللي بدات تتحكم في الناس، او مش هي اول وسيله للتحكم في البشر او في عقولهم ورغباتهم. القصه اقدم من كده بكتير. اعمل لايك وفولو وتعالى اكمل لك الحكايه. من الاف السنين اول شكل ظهر للاعلام كان شخص بيطلق عليه الراوي، وده واحد كان بيقف في السوق ويبدا يحكي الاحداث اللي حصلت قدام الناس، او ينقل لهم الاخبار اللي اتقالت له. واللي يحكي ويتكلم احسن وينقل الكلام صح هو اللي يسيطر بقى، والناس تاخد منه الاخبار والمعلومات ويثقوا فيه، ويبقى عمرو اديب العصر والاعلى اجرا، باعتبار ان عمرو اديب يعني نموذج لاعلامي ناجح ناخده كمثال. المهم بعدها بشويه حلوين كده من الزمن ظهر الورق، المجلات بقى والجرايد والمنشورات. معلومه واحده تتكتب او سطر واحد في جورنال ممكن تغير راي مدينه كامله في حاجه معينه. عشان كده انا بشوف ان القلم في الوقت ده كان من اخطر ادوات التاثير وقت الصراعات. وبالكلام عن الحروب نتحرك بالزمن لقدام شويه كمان لحد الحرب العالميه الثانيه كده ونركن. لو كنت شخص محب للسينما في وقت الحرب، واللي السينما وقتها ما كانتش ظاهره بقالها مده كبيره، قبل ما كان الفيلم يبدا في السينما كان في حاجه كده زي نشره اخبار، مدتها مش طويله قوي يعني حوالي 5 دقائق. بيتعرض في وقت النشره ده احسن صور واكتر صور معبره عن الاحداث اللي بتحصل في الوقت ده، وكلام محسوب بالكلمه، ومش لازم يكون الكلام ده حقيقي اصلا، لكن شويه كلام يعلوا المعنويات كده ويطمنوا الناس والجنود. فالاعلام فعلا كان سلاح، اوقات يطمن الناس واوقات تانية يحبطهم، واوقات يخليهم ياخدوا الجانب الخاطئ او يتبنوا افكار مضللة مش حقيقية بس كانت بتعدي على الناس ان هي مجرد خبر. لكن فعليا الصراعات الكبيرة دايما كانت بتبدأ من الوعي، من جوه عقول الناس. ولو طلعنا قدام كمان شوية بالزمن هنلاقي ان كان ظاهر اختراع سحري اسمه الراديو، صوت جوه بيوت الملايين، اوقات يخوف، اوقات يطمن، اوقات يأثر على سلوك الناس ويوجه ردود فعلهم على حسب المتحكم واللي بيوجه رسالة عن طريق مذيع في الراديو عايز الناس تفكر ازاي في الوقت ده. وكلمة المتحكم مش معناها شخص شرير، ممكن تكون سياسات محطة إذاعية. وبعد الراديو جه التلفزيون، الصورة بقت أقوى من الكلمة، والصوت اللي بتسمعه ممكن ما تصدقهوش، لكن لو شفت بعينك هتصدق. بعدها بقى حصل التحول الأخطر، مواقع التواصل الاجتماعي. اول مره الاعلام بقى يعرفك اكتر ما انت تعرف نفسك، وما بقاش بس بيعرض راي، ده بقى كل شويه يكرر الراي ده عليك لحد ما تصدقه، بيحبسك جوه فقاعه ويوهمك ان الناس كلها مصدقه الكلام ده ومقتنعين بيه، فانت زيك زيهم تمشي وراهم. ما هو مش معقول الناس كلها غلط وانت اللي صح، اكيد الناس كلها صح، فيلا بينا نمشي مع القطيع. وده بالمناسبه ليه علاقه باللي بنشوفه حوالينا الايام دي، نزاعات وانقسامات وصراعات فكريه، وده مش صدفه، دي خوارزميات عايزاك تصدق كلام معين، وتصدق ان العالم عايز يعيش في سلام، وان الحروب اللي بتحصل دي كلها ليها مبررات، وان الطرف الغلطان اصلا هو صاحب حق، وان ما بقاش في اي مشاكل حوالينا، وان السلام منتشر في اراضي الزيتون ومفيش اي انتهاكات بتحصل واكتر من الاول. هم عايزينك بس تصدق وتشوف اللي هم بيقولوه، ويا بقى لو ما تبقاش شايف حاجه خالص ده يبقى احسن واريح. الاعلام زمان كان بيقولك تفكر ازاي، دلوقتي هو بيختار لك تفكر في ايه. والسؤال الحقيقي مش مين بيفكر صح، السؤال الأخطر مين اللي اختار لك السؤال أصلا.